مش دايما النرجسي بيزعق ويتحكم، أحيانا بيضحك لك ويسمعك اللي نفسك تسمعيه، وبعد شوية تلاقي نفسك بتشكي في إحساسك، وكل ما تتكلمي تحسي إن أنتي المشكلة. هو النرجسي ولا أنا اللي حساسة؟ هي اللي نرجسية ولا أنا اللي ضعيف؟ أسئلة كتيرة بتدور جوا عقلنا، فالنهاردة هنعرف الحل مع بعض. الناس فاكرة إن النرجسي شخص عنيف مغرور وواضح، لكن الحقيقة في نرجسي بيحب نفسه في السر ويكسرك بمنتهى الهدوء. في نرجسية بتضحك في نفس الوقت تستفزك. سواء هو نرجسي أو هي نرجسية، في شوية علامات محتاج تشوفها بعين وعيك مش بعين قلبك. أول علامة معانا التلاعب بالمشاعر، يركبك الذنب وبيتهرب من أي مسؤولية، وتلاقي نفسك دايما في موقف دفاع عن نفسك باستمرار. العلامة التانية التقليل والاحتقار المغلف باللطافة، يقولك أنا بهزر، بس بعد ما تخلصي الكلام معاه تخرجي من الكلام ده مكسورة. العلامة الثالثة إنه بيلعب دور الضحية دايما، هو اللي بيتعب وهي محدش مقدرها. العلامة الرابعة ردود أفعال مبالغ فيها لو اتقال له لأ، يغضب يعاقب ويسحب حبه فجأة. خامس علامة بيراقبك أو بتراقبك تحت مسمى الاهتمام. يا ترى تعملي ايه او تعمل ايه لما تكتشف ان انت في علاقة زي دي؟ اول حاجة لازم تصدق احساسك. تاني حاجة لازم تحط حدود واضحة وتقول كفاية قبل ما توصل لمرحلة الاستنزاف. تالت حاجة خليك واعي ان التغيير مش هيحصل بسهولة، والنرجسي مش بيعترف بغلطه. رابع حاجة قلل التبرير وركز على قوتك. واخر حاجة لو ان العلاقة وصلت لمرحلة ان انت خلاص مش قادر تستحملها، فان انت تمشي منها ده وعي وحماية لنفسك. لو عايز تعرف اكتر عن العلاقات والفرق ما بين الحب والنرجسية وتتعلم ازاي تحب وتتحب بوعي، عملنا لك ورشة هو وهي، نحب بوعي ولا نضيع ببساطة. وعشان تعرف اكتر عن الورشة وتفاصيلها شوف الكومنتات لو انت بتتفرج يوتيوب، او شوف اللينك في البايو لو انت بتتفرج تيك توك. وفي النهاية في علاقات بتحسسك ان انت قليل مع ان انت مش كده، وفي ناس بتتغذى على ضعفك وتسميه حب. لو شكيت لحظة انك في علاقة نرجسية بطل تطبطب على القلم، واعرف ان انت تستاهل انك تتحب بصدق.